80% من الناس بيفكروا لو المرتب زاد خلاص هنرتاح، لكن الحقيقة غير كده. التضخم التراكمي في مصر من 2021 ل 2025 تجاوز ال 126%. يعني الحاجة اللي كنت بتشتريها ب 100 جنيه النهارده بتشتريها ب 225. فلو مرتبك زاد 60% برافو، لكن انت لسه بتخسر. في الحلقة دي هنفهم ليه زيادة المرتب ممكن يكون حل مؤقت وليه الحل الحقيقي مختلف تماما. خلينا نبص للصورة الكاملة. العالم كله دلوقتي بيمر بظروف اقتصادية صعبة، أسعار الطاقة ارتفعت، تكلفة الشحن بتتحرك، سلاسل الإمداد بتتغير، ونتيجة ده تكلفة الحياة اليومية نفسها بقت مش مستقرة. والكلام ده مش في مصر بس، ده في العالم كله. خد بالك، ده مش تحليل اقتصادي معقد، ده واقع احنا بنعيشه كل يوم، في فاتورة، في مشوار، في تكلفة وجبة أكل بسيطة. 75% من الناس على السوشيال ميديا بتطالب الحكومة إنها تثبت أسعار الطاقة. يعني ما نخلي الأسعار ما تعلاش ونمشيها بالحب كده بالأسعار القديمة. وخلينا نتكلم بصراحة، الفكرة مريحة جدا نفسيا، لكن اقتصاديا هي مش واقعية أصلا. لأن أسعار الطاقة مش بتتحدد محليا بس، دي لعبة سوق عالمي، منظمات دولية، بورصة بقى، عرض وطلب وتكلفة إنتاج. يعني ببساطة في عوامل أكبر منك ومن أي دولة منفردة هي اللي بتحدد التكلفة، تكلفة حياتك اليومية. وهنا نبدأ نشوف المشكلة الحقيقية. المشكلة مش الأسعار بس، وضعك المالي كفرد لما يكون هش قدام أي تغير في الأسعار، هشاشتك المالية قدام أي ظرف اقتصادي، هي دي المشكلة الحقيقية. والمشكلة دي غالبا سببها اعتقاد قديم احنا اتربينا عليه من صغرنا، إن المرتب يعني أمان. وده اللي يخلينا نتكلم عن تاني مطلب للناس على السوشيال ميديا، إن الحكومة تزود المرتبات طالما إن الأسعار زادت. هنا خليني أصدمك وأقول لك، مش معنى إن مرتبك زاد حتى لو 60% إن المرتب هيكفي ويفيد. خلينا نسأل السؤال الأهم، لما مرتبك يزيد هل قوتك الشرائية بتزيد فعلا ولا التضخم بياكل الزيادة بهدوء؟ انت ممكن تكون بتكسب اكتر من اي وقت فات وبرضه تحس انك متوتر ماليا اكتر من اي وقت فات. دي مش مشكلة نفسية، انما معادلة اقتصادية. خلينا نبص للموضوع من زاوية تانية. المرتب في حقيقته هو بيع وقت، يعني انت بتقدم ساعات شغل مقابل فلوس، المعادلة واضحة. لكن في مشكلة، ان وقتك محدود، طاقتك محدودة، يبقى دخلك نفسه محدود. وهنا يبدأ الفرق الحقيقي. ركز معايا في الجزء اللي جاي ده عشان هنتكلم عن الاستراتيجية اللي ممكن تغير المعادلة كلها. على فكرة الحل مش سريع، ده هيحتاج على الأقل 6 شهور. لأن الحل إنك تغير طريقة تفكيرك، فبدل ما تعتمد على مصدر دخل واحد ابدأ ابني قدرة مالية. طيب إزاي؟ إنك تطور مهارة وتحول المهارة لنتيجة تقدر تبيعها. وعلى فكرة إحنا هنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل في حلقات كاملة. المهم اللي عايزك تعرفه دلوقتي إن بدل ما تبيع وقتك بيع نتائج مهاراتك. وفي فرق مهم جدا هنا، إن المرتب بيتحدد مرة واحدة وغالبا بيتغير ببطء، لكن المهارة سعرها بيتحدد في السوق. لو السوق اتغير تقدر انت كمان تعيد تقييم نفسك. يعني لو التضخم زاد تقدر ترفع سعرك، لو الطلب عليك زاد تقدر ترفع سعرك مرة تانية. ببساطة الوظيفة هتقيمك مرة واحدة وبناء عليه هيتم تحديد المرتب، لكن السوق يعيد تقييمك كل يوم. وعشان كده مرتبك ممكن يتضاعف أكتر من مرة في السنة الواحدة، ده نتيجة للتغيرات في السوق. وعلى فكرة مش معنى كلامي ده إنك تسيب شغلك، بالعكس، وظيفتك في الوقت الحالي ممكن تكون منصة الأمان المؤقت وإنت بتبني الأمان الحقيقي. لأن الفكرة هنا مش الثراء السريع، الفكرة استراتيجية ذكية للنجاح. تخيل المشهد ده، في يوم قرار إداري بسيط ممكن يوقف مرتبك، لكن مهاراتك محدش يقدر يوقفها ولا حد يقدر يسرقها. مع الوقت انت قدرت تبني دخل جانبي وبعدين مصدر تاني وبعدين تالت، بقى عندك قدرة مالية. دلوقتي التضخم مش بيكسرك، الظروف الاقتصادية مش بترعبك، لانك ببساطة بقيت جزء من السوق مش ضحية ليه، والسوق هو اللي بيعيد تقييمك كل يوم.
وهو ده تعريف القدرة المالية. القدرة المالية هي مقياس لقوة تحملك المالي، أو بمعنى أدق حجم الصدمة المالية اللي تقدر تستوعبها من غير ما تقع. غالبا وانت بتسمع الكلام ده فكرت في حل تاني، انك تزود المبلغ اللي بتوفره كل شهر من مرتبك، ده لو قدرت تحوش اصلا، عشان يعني تبقى جاهز لأي أزمة. لكن السؤال الحقيقي، هل الادخار لوحده يقدر يحميك فعلا في اقتصاد متغير؟ خلينا نفكر في السؤال ده ونتقابل الحلقة الجاية.